ايه ده حمار نايم يا ولاد. استغفر الله العظيم يا رب. الواحد عظمه مدشدش. او محمد وراك مدرسة. قوم يلا عشان ما تتأخرش على المدرسة. قوم يا حيوان المدرسة هتفوتك. صحيح ده في مدرسة النهاردة. قوم صحصح يلا عشان تلحق تروح المدرسة. حاضر يا ماما. ولا الساعة لسه 9. هو لازم نروح المدرسة كل يوم بدري كده. يلا اما اقوم البس واغسل وشي عشان اروح المدرسة. ايه بقول لك سيب السندوتش. لا يا عم مش هسيبه. يعني مش هتسيبه يا بكر؟ انت عارف يا بكر لما جبتلك السندوتش ده انا هفاتيكك يالا. الحقونا يا بني ادمين يا سواد العلم اننا عشان خاطر سندوتش الحقونا يا ناس. انت يا جنان الله يخرب بيتك وقف عنك ايه اللي انت بتعمله ده؟ مالك انت دعوة بس كنت اخرج من الموضوع ده. يا عم وانت عبيط هتضيع نفسك عشان خاطر سندوتش؟ يخرب بيت تفصك يالا. يا عم انت ده مش سندوتش عادي، ده سندوتش شاورما بسكوت. والله بسكوت لو سندوتشات جبنه ولا مربى ما كنت سألتك وسبتها له عادي. طب خلاص يا بكر معلش خليك انت الكبير وسيبها لي. لا بسكوت انا مانيش هسيب غداء لحد. يا عيل يا طفل اكلت السندوتش لوحدك. عاجبك كده بسكوت تاكله كله لوحده وانت اللي تقول لي حرام حرام؟ ده عيل يستاهل قطع رقبتك. ايه اللي انت عملته ده بكار؟ ايه ده يا عم اكلت الغدا بتاعي. ده عندك منع يا عم. يا ابن القاطفس معلش يا نونو ما خلاص هدي نفسك. والله لا اوريك افكر واعلمك الادب. يا عم النونو ما خلاص قلت لك هدي نفسك وبكره هجيب لك واحد على حسابها يا عم. لا ده بسكوت والواد ده عملها عندي معاه ولازم اعرفه. هادي يا نونو عملت عند المدير. اتعمل لي استدعاء ولي امر يا بسكوت. يعني ابوك المعلم قرمطي جاي؟ لا لا يا عم دي معقوله برضه اديها للمعلم قرمطي؟ امال هتعمل ايه يعني؟ اديها لامي تيجي هي ارحم المعلم قرمطي. انت عارف لو المعلم قرمطي عرف هيخلص عليا يا بسكوت. والنعمه ما اسيب حق في المدرسه دي. ضربونا يا ماما وكلوا سندوتشات. الحقنا ان الواد جاب لك امه. ده شكل الموضوع هيكبر ويحلو على الاخر يا صاحبي. ده عيل كداب والله يا طنط والنعمه ما اكلت منه حاجه. هو ده الواد اللي ضربك يا بكر؟ ايوه. فين مكتب المدير اللي هنا؟ اخر الطرقه اللي قدامك دي على ايدك اليمين يا طنط. يا عم بتقول لها على مكتب المدير ليه؟ ما كده كده كانت هتعرفها يا صاحبي. وبعدين انت عارفني لازم اساعد باي حاجه. احلى صباح النن عامل ايه النهارده؟ صباح ايه وبتاع ايه يا عم؟ ما انت فتنت عليا امبارح للمدير وقلت كل حاجه ده على صاحبك. يعني نكذب يا نن؟ انت تعرف عني البسكوته صاحبك اللي هو كذاب؟ اخفى عليك ما كانش العشم خالص. نعم انت بتقول ايه؟ كذاب؟ يا ابني ده انت مسمينك في المدرسه مسيلمه الكذاب. من كتر كذبك وفخرك على العيال بتوع المدرسه مسمينك مسيلمه. تيجي تقول لي تكذب؟ ماشي يا صاحبي هذا اخرتها. ماشي يا عم النن. الحق صاحبك بكر جاي وراك اهو. يا بكر عايز ايه يا نن؟ بقول لك ايه انا مش عايز مشاكل النن. كفايه اللي حصل امبارح. لا ما تقلقش يا صاحبي انا مش هعمل مشاكل معاك تاني. وبعدين انا كنت بندلك عشان اعتذر لك على اللي حصل مني يا اسطى. ما تزعلش حقك عليا. ايه ده بجد يا نن؟ ايوه يا عم امال انت فاكر ايه؟ ده انت صاحبي واخويا. انا غلطت في حقك يا بكر وحقك عليا. خلاص يا عم وانا كمان حقك عليا. ما عدتش اجيب سندوتشات شاورما ولا بنات تاني وانا جاي المدرسه. ما عدتش جايب. امال انت جايب ايه وانت جاي؟ جايب سندوتشات كبده بس كبده ايه؟ اسكندراني. ولا سندوتشات كبده اسكندراني ولا حتى السندوتشات اللي معاك دي يالا. ده مالك اننا في احنا مش قلنا خلاص واتفقنا على الصلح؟ انت مستني ايه؟ رب بسرعه الله يخرب بيتك يا بكر. واسع بسرعه بسكوتك خلينا ناخد منه السندوتشات دي.
يخرب بيتك يالا مالك انت الفصة بتاعتك دي؟ يا اسطى حرام عليك، الواد دمه بتعمل سندوتشات كبده اسكندراني حلوه، اصلك ما جربتهاش يا بسكوت، حته سندوتش تاكل صوابعك وراها. هو المعلم قرموطي ده مكفي فلوس اكلك ازاي يا ابني؟ انا عايز افهم. ماشي يا بسكوته كده تحسنا امسك الواد. ماشي يا عم، جنبتني باكل سندوتشات الكبده والله اللي انا جايبها وما نعطيك حاجه. يا ابني ايه التفاصيل بتاعت امك دي؟ سندوتشات كبده ايه وبانيه ايه وشاورمة ايه يا ابني؟ انت بطنك ديت ما بتكفاش اي حاجه. روح حلل يا عم، شكلك عندك ديدان ولا عندك اي مصيبه. اللي اقول لي صح يا بسكوته، هم لسه منك بسكوته ما خافوش انني في يوم اكلك؟ لما كانوش عاملين حسابهم ان انا صاحب واد طفل زيك، وبعدين اسال يا عم الراجل اللي بيعمل الفيديوهات هو اللي مسميني كده. وبعدين في حد في الدنيا اسمه مني؟ بعمل خير على اسمه مش شايف نفسه. طب يلا يا عم نروح نشوف الواد ده راح فين.